ما انا ليه من ضمن الحاجات اللي انا اتحكمت عليها بقول لهم الامام ابو حنيفه النعمان قال في فقهه انه يرفع الحد عن المرأة المستأجرة للزنا. ما ده برضه ستر اهو، مش كده ولا ايه؟ يعني ايه يرفع الحد؟ يعني ما نرجمهاش ولا نقتلهاش ولا نجلدهاش، نسيبها تزني يعني. سيبيها تزني. يعني اذا الامام ابو حنيفة ده حسب الفقه اللي هم كاتبينه عن ابو حنيفة، اي ان الامام ابو حنيفة بيبيح بيوت الدعارة في بلدنا والبلد اللي جنب بلدنا واللي فوق بعد تحت بلدنا كده ويميننا وشمالنا. ده صورة من صور الدعارة. لما حضرتك الإمام مالك يقول إنه أقصى مدة حمل للمرأة لجنينها ببطنها 5 سنوات. 5 سنوات؟ 5 سنوات حمل 5 سنوات؟ أيوة. والشافعي بقى قال 4 سنين. والاخ ابو حنيفه اسف ابو حنيفه قال 2 سنين، وابن حنبل قال 4 زي الشافعي. طيب كليه الطب الناس الهمج بتوع الطب بيقولوا انه اقصى مده حمل للمراه لجنينها في بطنها 42 اسبوع، يعني اقل من 10 اشهر. ده لما يطول وربنا بقى بيقول في القرآن وحمله وفصاله 30 شهرا. يعني فاستنتج السادة الفقهاء انه اقل الحمل 6 اشهر وغالبه 9 اشهر واقصاه 42 اسبوع والباقي رضاعة. انما بقى كون المجامع الفقهيه عندنا الكليات الفقهيه عندنا تدرس فقه الامام مالك عشان الامام مالك يا سلام، هو في حد يفهم اكتر من الامام مالك؟ لا ايوه، ده في 1000 واحد يفهم اكتر من الامام مالك. الامام مالك ايه ده اللي بيقول 5 سنين؟ ده بينشر الدعاره في الارض. يعني النهارده لما تقولي حضرتك ان واحده جوزها مات وبعد 3 سنين الامام مالك بيقول 5، خلي بالك، بعد 3 سنين خلفت عيل، خلاص بتسميه بناء على فقه الامام مالك. وبما ان احنا على المذهب الحنفي في مصر يعني اهو، فلو خلفت ولد بعد ما يطلقها ب2 او بعد ما يموت عنها ب2 ينسب لابوه لجوزها اللي كان من 2. الكلام ده ويرث من ابوه اللي كان من يرث واسمه كل حاجه. ده اسمه خلط للانساب. ربنا سبحانه وتعالى قال انه احنا نخلط الانساب، ولا قال ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. قال فان لم تعلموا اباءهم فسموهم برضو باسم الزوج المتوفي او باسم الزوج ما هو بيسالوا الدكتور اللي كان مفتي الجمهوريه الاسبق دكتور علي جمعه، المذيع بيساله بيقولوا افرض فرضنا ان واحد سافر للسعوديه غيره وقعد هناك 4 سنين، لا قرب من مراته ولا جالها ولا زارها ولا عمل اي حاجه، رجع لها حامل، قال لها منين ده؟ قالت له منك. تفتكر يصدقها؟ رد عليه المفتي قال ايه حسب تعليم بقى الساده الازاهره؟ قال له الشرع بيقول له صدقها. انا بقى بقول لسياده المفتي لا، دي الدعاره وفقه الدعاره اللي بيقول صدقها، انما ما تبقاش ابدا في عصر العلم. عشان كده الامه الاسلاميه لا بتنتج علم ولا بتنتج يعني ثقافات ولا بتنتج اي شيء، لا اكل ولا شرب ولا اللبس. ده الزرار والكرافته معموله بره. ليه؟ احنا ما بننتجش حاجه ابدا. ليه؟ عشان دماغنا كده. وبعدين بنصدق السابقين. نصدق السابقين لما يكون ربنا سبحانه وتعالى ما قالناش وقل رب زدني علما، انما ربنا في القرآن قال وقل رب زدني علما. يعني احمد زويل الدكتور احمد زويل اللي اكتشف حاجة اسمها الفيمتو ثانية، ده ضيع وقته فيما حرم الله ولا فيما احل الله؟ ما بتتعلموش ليه انتوا زي احمد زويل؟ لما عملتوا جامعة زويل فضلت جامعة زويل في اعلى عليين لحد لما الراجل مات. دوري لي على جامعة زويل دلوقتي. احنا معلش احنا ناس مهملين
مهملين، وبعدين جبروت ومصدقين نفسنا بجبروتنا، ونسجن اللي ما اللي يتكلم كلام غير كلامنا. طيب